اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا في أحسن حال. النهاردة إن شاء الله جاية لكم بوصفة خفيفة كده، يا رب تحبوها وتحبوا الفيديو بتاعي، ويا رب كمان تحبوا القناة بتاعتي وتشتركوا فيها. بداية كده كان معايا كرنبيتاية واحدة فقطعتها بالشكل ده، وكنت عاوزة اعملها، ودي اول مرة كنت هعمل الكرنبيتا اسلقه بالطريقة دي. فقطعته كده قطع صغيرة، وبعدين كنت هرصه بقى كده، لان انا كنت شفت يعني واحده بتعمله كده. بترصه هي بالشكل ده، وبعدين بتضيف بقى يعني مثلا ربع كوبايه ميه، نص كوبايه ميه، وتحطه على النار. انا بصراحه خفت بعد ما خلاص يعني هعمله، قلت لا لا لا، خفت بصراحه ان انا اجربها، لان انا عمري ما جربتها بالشكل ده. والصغير ده بقى انا كنت هعمله معاكم مخلل مع مخلل لفت، باذن الله نعمله في فيديو تاني باذن ربنا. المهم قلت لا، لغيت الفكرة في ثانية كده، وقلت خليني زي ما امي ربنا يبارك في عمرها كده معوداني، مية مغلية وفيها ملح وكمون، وبنزل ايه بالكرنبيت بتاعي كده فيها. زي ما احنا شايفين بقى مع بعض، العنق بتاع الكرنبيتة كده يكون لتحت، وانزل بقى بيه كده في قلب المية المغلية، اخليه ياخد 3/4 سوا بس، والربع التاني هياخده بقى في التحمير. هعمل بقى الكمية كلها بالشكل ده تستوي معايا، وابتدي ان انا اطلعها. تمام كده، تمام. هنعمل له بقى باذن الله تتبيله جميله جدا، هتحبيها قوي وهتحبي الكرنبيت بالطريقه دي. تعالوا ما نعمل بقى التتبيله، وهي عباره عن بيضتين، وهضيف عليهم كمان حزمه من الكزبره الخضراء، وهضيف عليهم معلقه من الكزبره الناشفه. توم الاول، طيب نحط معلقتين، لا يعني ايه 3 فصوص توم كده. تمام، يبقى بيضتين وعليهم كزبرة خضراء، ومعايا كمان فصين من التوم، ومعايا كزبرة ناشفة، ومعايا فلفل اسود وكمون وكركم. يبقى البهارات تاني: ملح وفلفل وكمون وكزبرة وكركم، وفصين توم وحزبة كزبرة وبيضتين. ومعايا هنا كوباية زبادي، لو عاوزة تضيفي بدل الزبادي قشطة ممكن تعملي كده. ومعايا ربع معلقة من البيكنج باودر، ما كانش عندي بيكنج باودر فضفت اللي هو الكيك شيف ده كان موجود، فضفت منه ربع معلقة. معايا كمان معلقتين من النشا، وهضيف عليهم 4 معالق كبار من الدقيق، وكنت نزلت بنص كوباية لبن، وهضيف بقية اللبن كده، بعمله بلبن صافي برضو، كوباية لبن يعني الحكاية كلها. تمام، وابتدي بقى ان انا اظبط الملح بتاع التتبيله بتاعتي دي. لقيتها سايله قوي، فكانت عاوزه كمان معلقتين دقيق يعني، فظبطتهم كمان كده، والقوام بتاعها بيبقى يعني اخف من قوام الكيكه بشويه كده. تمام كده، اللهم بارك معايا. تمام، ضفت كمان عليها ربع معلقه من الشطه البودر. بعد كده هنروح بقى على البوتاجاز، والقلايه بتاعتي فيها زيت، وهبتدي ان انا اسخن الزيت ده كويس، وهنزل بقى الزهرات بتاعه الكرنبيت دي في قلب التتبيله كده، واخدها من التتبيله على الزيت على طول. تمام تمام. هعمل بقى لغايه القلايه بتاعتي ما تاخد يعني الكميه. وبعد كده اهم حاجه ما تنسيش ان انت تنضفي الزيت بتاعك بمصفى كده، تكوني مخصصاها للزيت، بحيث اي رواسب هتنزل ما تتحرقش. وبصي بقى ما شاء الله تحفه، كان طعم اللهم بارك جميل، بحيث زي ما بقولك اي حاجه مثلا هتنزل من التتبيله ما تتحرقش في الزيت، وتبتدي انها تلزق في القطع اللي هتحطيها بعد كده، وبيبقى لونها مش لطيف خالص. فنضفي الزيت اول باول بين كل دور والدور التاني اللي بتحطيه، تنضفي الزيت كده. بس بقى زي ما احنا شايفين مع بعض، هتبتدي ان انت تقلبي كده وتخليه ياخد لون جميل معاكي. ولو عندك بطاطس مثلا سلقتيها زي ما احنا شايفين مع بعض في الزيت. وزي ما بقولك لو عايزة بطاطس تكوني سلقاها وتحطيها في نفس التتبيلة بتاعتك دي وتعمليها، بتبقى طعمها لذيذ قوي. تمام كده، خلصت الكمية بتاعتي بقى اهوت بنفس الشكل زي ما احنا شايفين، وبين كل رصة والتانية ما تنسيش تنضفي الزيت بتاعك. وهنا بقى خلصت الكمية كلها، اللهم بارك. ما تنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب لأم عمر عشان القناة ان شاء الله تكبر بيكم.
واشوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله.